السيدات والسادة الكرام، إن مصر تؤمن إيمانا لا يتزعزع بأن الأنهار الدولية لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل وجسورا من التعاون تربط الشعوب وتوحد المصائر. فالأمن المائي ليس طرفا، والتنمية المستدامة ليست خيارا، بل هما حقان أصيلان لا يصونان إلا من خلال شراكة عادلة قائمة على مبادئ القانون الدولي، تجسد روح المنفعة المتبادلة وتعلي من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق في الانتفاع يقترن دوما بالواجب في احترام الحقوق. ومن هذا المنطلق تعلن مصر وبكل وضوح وحزم رفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار. فالتنمية ليست امتيازا لدولة بعينها، بل مسؤولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون لا بالتفرق. لقد انتهجت مصر على مدار 14 عاما من التفاوض المدني مع الجانب الأثيوبي مسارا دبلوماسيا نزيها اتسم بالحكمة والرسانة، وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات. وقدمت مصر خلال هذه السنوات العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتي المصب. إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية، فضلا عن مزاعم باطلة بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة أن النيل ملكية مشتركة لكافة الدول المتشاطئة ومورد جماعي لا يحتكر. ومرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الأثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد. في الأيام القليلة الماضية تسببت أثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد في إحداث إضرار بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة والتي تم تصريفها دون أي إخطار أو تنسيق مع دولتي المصب، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الأثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان في إطار الاتفاق الذي تنشده دولة المصب، وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب. السادة الأفاضل، وإذا اختارت مصر طريق الدبلوماسية ولجأت إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، هنا تؤكد أن هذا الخيار لم يكن دوما ضعفا أو تراجعا، بل تعبيرا عن قوة الموقف ونضج الرؤية وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه أثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير لحماية مصالحها وأمنها المائي. الحضور الكريم، إن مستقبل الأمن المائي مرهون بالتعاون الدولي الفعال القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي. فلنكن جميعا شركاء في تحويل الرؤى إلى واقع.
والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة. لنحافظ على الماء، هذا المورد الوجودي، وليكن أسبوع القاهرة للمياه نقطة